العضلة مش بتكبر عشان انت احلى في تمرين، وعشان صاحي مش قادر تحرك دراعك، مش قادر تحرك ظهرك، مش قادر تحرك بنجك. البناء العضلي هو سيستم كامل، ومعظم الناس اللي بتتمرن فاهمينه غلط. فاهم ان انا عشان اطلع عضلات لازم اكسر جسمي، وابقى مروح من الجيم مش قادر، وصاحي من النوم جسمي مكسر ومدغدغ، وده غلط في غلط. تعال اشرح لك البناء العضلي بشكل موجز كده، وايه العوامل اللي بتأثر عليه. عندنا كذا عامل اساسي مهمين للهايبرتروفي او البناء العضلي. اول واحد واهمهم هو الميكانيكال تنشن، معظم الناس دلوقتي بقى عارفينه. هو بكل بساطة شيل حديدة تقيل، أو تحط ميكانيكال تنشن على العضلة بتاعتك، أو توتر ميكانيكي. تاني حاجة وهو البروجريسيف اوفرلود. البروجريسيف اوفرلود إنك كل مرة تحط حمل زيادة على العضلة بتاعتك، وده مش معناه إنك كل مرة هتشيل وزن زيادة. لا، البروجريسيف اوفرلود له طرق كتير جدا ممكن نبقى نتكلم عليها في فيديو تاني، بس من ضمنها انك تزود وزن بعد كل فتره. مش ده العامل الوحيد في البروجريسيف اوفرلود، ولكن ده شكل واحد او نوع واحد من انواع البروجريسيف اوفرلود. تالت فاكتور معانا وهو التريننج فوليوم او الحجم التدريبي بتاعك. والحجم التدريبي ده بيساوي عدد مجاميعك، عدد عداتك، الوقت اللي انت بتقضيه، والحجم اللي انت بتحطه على العضله في السيشن بتاعتك او سيشن التمرين بتاعتك. رابع حاجه البروكسيميتي تو فيلير، او قربك من الفشل العضلي. في واحد بيتمرن بيبقى قريب من الفشل العضلي، في واحد بيتمرن مش قريب من الفشل العضلي. اللي بيتمرن الفشل العضلي ده بيحفز بناء عضلي احسن وهايبرتروفي احسن من اللي بيتمرن بعيد عن الفشل العضلي. خامس عامل معانا وهو عامل الريكفري. كل اللي انت عملته ده ملوش اي 30 لازمه لو انت مش بتعمل ريكفري كويس. يعني لو انت بتروح الجيم تعمل ميكانيكال تنشن، تعمل بروجريسيف اوفرلود، بتبقى بروكسيميتي تو فيلير او قريب من الفشل العضلي، حاطط فوليوم كويس والريكفري بتاعك ضعيف، فانت مش هتبني كتله عضليه، والبناء العضلي بتاعك هيبقى ضعيف ويكاد يكون مش موجود. والريكفري ده بيتحقق بانك بتاكل كويس وبتنام كويس وبتقلل ستريس على قد ما تقدر. سادس عامل وهو البروتين سينثيسيس او تصنيع البروتينات داخل جسمك، ودي هتعتمد اكتر على نظامك الغذائي وانك تدخل احتياجك الكافي من البروتين. اخر عامل معانا هو عامل الجينيتكس او الجينات. الجينات ليها دور كبير ومهم جدا في البناء العضلي بتاعك. الجيناتكس او الجينات هي اللي بتحدد شكل العضلي بتاعك وسرعه التطور العضلي بتاعك. وهتلاقي ممكن يبقى شخصين هما الاتنين بيعملوا كل العوامل اللي فوق دي بنفس الطريقة أو بنفس المقدار، وواحد يتطور أكتر من واحد. ده عامل الشخص مش متحكم فيه. كل اللي متحكم فيه العوامل التانية اللي احنا قلنا عليه. ميكانيكال تنشن يشيل حديدة تقيلة، بروجريسيف اوفرلود يحاول يتطور في التمرين بتاعه سواء تكنيك او عادات، ممكن نبقى نتكلم عليها في فيديوهات تانية. فوليوم كويس مناسب ليه، نيوتريشن كويس، بروتين كفايه، بروجن كيتوفيليا بيتمرن قريب من الفشل العضلي او للفشل العضلي، يعمل ريكفري كويس جدا بان هو ياكل كويس وينام كويس ويقلل الستريس على قد ما يقدر. لو استفدت من الفيديو ده وحاسس ان هو ضاف لك حاجه جديده ما تبخلش عليا بالفولو، ولو عندك اي سؤال سيبه في الكومنتات وهرد عليه في الفيديوهات اللي جايه. سلام.